يا صاحب الهم، يا صاحب المرض، يا صاحب الغم، يا من أصيب بمصيبة، توجه إلى خالقك فهو الذي يكشف الهموم. اصرف جميع همومك ودعاءك وخضوعك إلى الله، وقل: صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهب، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويدفع عني من صدور النوائب، فزعت إلى باب المهيمن طارقا، مدلا أنادي باسمه غير هائب، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب، كريم يلبي عبده كلما دعا، نهارا وليلا في الدجى والغياهب. والله ما كثر القلق ولا الاكتئاب ولا الحالة النفسية إلا يوم أن أعرض الكثير عن طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يحدثني أحد المشايخ يقول: أتاني زميل في العمل قال لي: قريب عالج في كثير من المصحات النفسية ما يقرب من 7 أشهر فلم يجد العلاج، أريدك يا شيخ أن تقرأ عليه. قال: لا بأس. يقول: فلما أتاني قلت: أنت عالجت؟ قال: نعم. المدة؟ قال: 7 أشهر. قال: قبل أن أعالجك وأقرأ عليك أريد أن أسألك 4 أسئلة، وأريد أن تجاوب بجواب صريح لأن المصلحة لك وليست لي. قال: هل تصلي الصلوات ال5 في المسجد؟ قال: لا. قال: هل تقرأ جزء من القرآن يوميا؟ قال: أقرأ في رمضان. قال: هل تحافظ على أوراد الصباح والمساء؟ قال: لا أعرفها. قال: هل عندك بالبيت دش وقنوات؟ قال: نعم. قال: تريد الصحة والعافية والأنس والسعادة في الدنيا قبل الآخرة؟ قال: نعم. قال: أريدك ما أن يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المسلم إذا توضأ خرجت الخطايا من تحت الأظفار، ثم إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي شاء. ثم إذا أتيت إلى المسجد فخطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. دخلت إلى المسجد لم تذكر الله، لم تسبح الله، لم تقرأ القرآن، الملائكة تقول لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. جوال تذكر زادك المدخر. ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.